تعالى معايا افرجك على اجمل 10 اهداف في تاريخ الخطيب وتاريخ مصر، اهداف استثنائية ومفيش زيها في تاريخ مصر كله، مش تاريخ الاهلي بس. وده اول هدف معانا، وهدف ماركة مسجلة لمحمود الخطيب. الكرة جايه له معقربة، يروح مشمس المدافع اللي معاه، وقبل ما تنزل على الارض يلطشها واحدة لا تصد ولا ترد من حارس المرمى. كل ده بقى ايه على بعد 30 ياردة تقريبا من المرمى او من الجول. جول استثنائي من لاعب كان استثنائي، هو بيبو محمود الخطيب. وده الهدف التاني معانا، كان في كوتوكو الغاني عام 82. كورة وثرو ملعوب من نص الملعب للخطيب اللي وسط 2 مدافعين وحارس المرمى متقدم. الخطيب يسكت ابدا، راح من لمسة واحدة يلعب تشب بسيط في الجول ويضحك بالعقل والمهارة على المدافع وحارس المرمى. وده الهدف الثالث معانا، والهدف الذي لا ينسى، لان طبيعي تشوف لعيب مثلا بيباصي بالكعب، لعيب يحاول يستلم الكورة بكعبه، انما لعيب يستلم ويرقص ويعمل الكنترول ده على الكورة بكعبه، وكل ده بيحصل في كسر من الثانية ووسط 3 مدافعين كمان، ويفنش بمنتهى الهدوء والثقة اللي في الدنيا دي. فهو لعيب استثنائي، لعيب مجاش ولا هيجي زيه تاني، اسمه محمود الخطيب. الهدف الرابع معانا هو هدف بيتسجل مرة في العمر، مش طبيعي انك تشوفه، لو في لعيب عملها ممكن يجي معاه مرة الا الخطيب. كورة من على بعد 35 ياردة تقريبا، ويحط فيها شماله بالطريقة دي والقوة والدقة دي على الطاير من غير ما تنزل الارض وتروح في السوكة كده. فده احلى هدف انا شفته في حياتي، ومهما قعدت اتفرج عليه ما بزهقش من حلاوته، لان ده بيبو هو اعظم من لمس كرة القدم في مصر، ومفيش حد جه ولا هيجي زي الراجل ده لعب كرة في مصر. مش كنت لسه بقولك ان الخطيب ما عملهاش مرة؟ لا، عملها كذا مرة، ودي مرة تانية بنفس الطريقة تيبيكال حرفيا من الهدف الرابع، ولكن ده الهدف الخامس. وكرة راجعاله برضه من مدافع، بس المرة دي من على قوس ال 18، يحط رجله الشمال شومة في المرمى لا تصد ولا ترد، رغم الإصابة اللي كانت في ركبته وقتها ما أثرتش عليه خالص، بل بالعكس حط هدف من أحلى وأمتع أهداف محمود الخطيب في تاريخه كله. الهدف اللي بشماله الشومة ده اللي لا يصد ولا يرد من حارس ولا 100 حارس زي اللي واقف في الجول ده. الهدف السادس من بيبو، ولكن المرة دي بياخد الكورة الثرو العالية ويرقص حارس المرمى بمنتهى السهولة واليسر كده بجسمه، يديله واحدة بوسطه، بس رقصه كده بوسطه زي ابو تريكة ما عمل في قوسة قبل كده، وبعد كده يسكت. لا، تعالى يا عم المدافع انت كمان خد واحدة ترقيصة كده على الماشي عشان يحط هدف من اهداف محمود الخطيب بيبو النادرة اللي مفيش زيها. وده الهدف السابع معانا، وعايزك تتخيل ان محمود الخطيب بيبو هنا كان حركته اسرع من حارس المرمى، رغم ان الكورة كانت في حوزته اصلا، وقدر يروح يسيطر عليها. ومش بس كده، ويحط جول من زاوية صعبة جدا جدا جدا، رغم تواجد حارس المرمى وتواجد مدافع كمان، ولكن حط جول كده من الزاوية اللي هي على الخط دي، زي هدف محمد صلاح الشهير قبل كده. هدف صعب من زاوية صعبة، ماركة بيبو ما بيسجلوش غير محمود الخطيب. تعرف كابتن ماجد؟ اكيد تعرفه، اتفرجت عليه اكيد اتفرجت عليه، بس ده كرتون. بس هنا محمود الخطيب بيجسد شخصية كابتن ماجد في الحقيقة، وبيحط كورة بوش رجله تحسها ضربة النمر فعلا حرفيا، تسديدة ولا اروع فين في المقص من وضع الحركة، وجسمه مش معدول كده بمنتهى السهولة، بيقول لها روحي بتروح. اهداف خيالية عالمية من لعيب كنت اتمنى اني عصره وهو لسه في الملعب، ولكن حظي كان قليل في الحتة دي، ولكن عصرت لعيب اشبه ليه، وهو محمد ابو تريكة. الهدف التاسع بقى وقبل الاخير، قلت اغير لك شويه يا معلم واجيب لك هدف فيه انطلاقه ولا اروع من محمود الخطيب. هو الراجل ما كانش بيسدد بس وخلاص، ولا كان بيقف جوه ال 18 ويسجل اهداف وخلاص، لا، عنده انطلاقات خياليه بسرعه جميله زي ما انت شايف كده، وسط 3 مدافعين محدش عارف ياخد منه الكرة، محدش عارف يعمل معاه حاجة، ويسجل هدف بفينش ولا أروع برجله الشمال بكنترول ودقة، ولا أجمل من كده من الاستثنائي بيبو. طبعا وتأكيدا ومؤكدا اني كنت لازم اسيب لك حتة البسبوسة دي في الاخر، وهي هدف محمود الخطيب بالكعب. هدف بالكعب بيحطها من وضع الحركة
من كرة ملعوبة له عرضية على الأرض من مرة واحدة بلمسة واحدة، تيجي كمان كوبري في المدافع وهو بيطلعها من على خط الجون. كل ده في كسر من الثانية، كل ده من قرار محمود الخطيب بيبو، أمهر لعيب جه في تاريخ مصر. هدف 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 عالمي، هدف ياخد أحسن هدف في تاريخ أفريقيا كلها. كابتن محمود الخطيب مش مجرد لعيب عادي كده عدى على تاريخ مصر ومر وخلاص. سيبك بقى من كل الفنيات والمهارات والأهداف العظيمة اللي انت شفتها من دلوقتي. كابتن محمود الخطيب أسطورة. ليه أسطورة؟ عشان الأهداف؟ لا والله العظيم، كابتن محمود الخطيب أسطورة بأخلاقه قبل فنياته. كابتن محمود الخطيب اللي ليه مواقف كتير جدا في الكورة المصرية مشرفة، بغض النظر طبعا عن المهارات العظيمة وانه من اعظم اللعيبة اللي لمس الكورة في مصر اصلا. كابتن محمود الخطيب اللي بيتم تشويه صورته كل يوم حرفيا من ناس معينة ومن جمهور معين لسبب ما، اكيد عشان هو دايس عليهم في كل حاجة. حتى بعد ما بطل كورة، زي ما كان بيلعب كورة وكان دايما بيخليهم خسرانين، حتى بعد ما بطل كورة برضه حاطط عليهم من بره الملعب بكل حاجة، بالصفقات، بالاستقرار، بالأداء الفني والفرق القوية اللي بيقدر يعملها والبطولات اللي بيقدر يجيبها لنادينا الحبيب النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب ربنا يديه الصحة ويشفيه. الراجل ده في أوقات كتير جدا عمل حملات ضد التعصب، لنبذ التعصب، ويعني من أيام ما هو كان لعيب لما أخد حسن شحاتة في إيده وقعد يلف بيه في الملعب، وكمان حتى وهو في مجلس إدارة النادي الأهلي. وأنا فخور إن رئيس نادية واحد من أعظم من لمسوا الكورة في مصر، وكمان واحد من أكتر الناس أخلاقا وتربية في مصر، هو كابتن محمود الخطيب بيبو. ربنا يتم شفاءه على خير ويفضل مكمل معانا على طول، احنا موافقين. شير في كل مكان، وري الأجيال الجديدة أهداف محمود الخطيب بيبو اللي مفيش زيها ولا هيجي زيها تاني، وإزاي الراجل ده كان بيكلم الكورة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والمتابعة. سلام يا أهلاوي.